عودة المحارب درو ماكنتاير وتحديد مباريات جديدة لعرض الساتردي نايتس مين ايفنت، وصوله بيستمر في تدمير جيكوب. فيلا بينا نشوف اللي حصل في الفرايداي نايت سماك داون. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا كده قبل ما نبدأ في تحليل العرض ده، انا حابب اتكلم عن الفيديو اللي نزل يوم الخميس، انه مضايق ناس كتير قوي، والناس دي كلهم اكتريتهم من محبين سي ام بانك، اللي انا منهم طبعا واللي انا بعشقه طبعا سي ام بانك. بس انا حابب اقدم اعتذار رسمي من الفيديو ده، واقول لكل الناس اللي متضايقه مني كلمة واحدة بس: معلش، انا عارف ان الحلقة بتوجع، تعيش وتاخدوا غيرها. افتتاحية العرض جات مع ملك الحلبة الجديد، ما اكتفاش بلقب الجدعنة وحب يضيف لنفسه لقب جديد، ملك الحلبة الجدع كودي رودز. وبعد ما دخل كودي للرينج، شكر في الاول الطفل اللي هو اداه الاسوره او الحظاظه اللي هو لابسها، والطفل ده كان مصاب بالسرطان. جدعنتك يا كودي ملهاش حدود الصراحه. وبعدين كودي بدا يقول ان اسمه بقى دلوقتي موجود في كتب التاريخ كلها، بعد ما توج بلقب ملك الحلبة بجانب اساطير المجال زي تريبل اتش وستون كولد ستيف اوستن، وان دلوقتي كودي رودز لازم يرد اعتباره بعد هزيمته ضد جون سينا في عرض الراسلمانيا. فهو دلوقتي المصنف الاول على لقب الدبليو دبليو اندسبيوتد شامبيون، وهيلاعب جون سينا في مين ايفنت سمر سلام الليله الثانيه، وان كودي رودز لازم يسقر لنفسه والكلام ده كله بعد الحاجات الغريبه اللي حصلت له في الراسلمانيا خلته يخسر اللقب. وبعدين بتشتغل موسيقى راندي اورتن اللي بيدخل وهو متضايق جدا من هزيمته من كودي. اول ما دخل بيقول: يا كودي، مبدئيا مبروك الفوز ببطوله الكينج اوف ذا رينج، بس انا جاي اقول لك ان النهارده انت عليك مهمه كبيره جدا. انت لازم تكون كامل التركيز، ولازم تدمر جون سينا في سمر سلام وتستعيد لقب الدبليو دبليو اندسبيوتد شامبيون، وبعدها راندي اورتن هيرجع لك مره تانية، لان العمل اللي بيننا لسه ما انتهاش. وهنا تهديد من راندي اورتن، كودي رودز بيقول له: اول ما تفوز باللقب اللي انت هتاخده من جون سينا ده، راندي اورتن هيرجع لك مره تانية، علشان فجأة تدق موسيقى المحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير اللي بيسجل عودته بعد الاجازه البسيطه اللي هو خدها، وبيرجع مره تانية. اول ما بيرجع بيدخل شمال في الكل درو ماكنتاير، بيقول لي: راندي اورتن، هو انت ايه اللي حصل لك؟ انت ما بقتش الشخص المعتاد عليه، ما بقتش الشخص اللي الجماهير عارفاه. انا لما كنت بقاتل راندي اورتن كنت بقاتل قاتل الاساطير، انما دلوقتي اللي واقف قدامي مجرد شخص. وشتم راندي اورتن فيها. بس بصراحه درو ماكنتاير داخل بيتكلم بلسان الجماهير فعلا، اللي احنا عايزين نقوله لراندي. دي مش شخصيه راندي اللي احنا عايزينها. راندي خسر من كودي، داخل يطبطب على كودي رودز ويهنيه بالفوز. دي غريبه. تفتكروا درو ماكنتاير سكت؟ لا، ده قال نفس الكلام لكودي رودز، بيقول له: انا عارف ان انا عايزك تهزم جون سينا، واتمنى انك تهزم جون سينا في اقرب وقت وتستعيد اللقب ده، واول ما تاخد اللقب من جون سينا اوعدك ان انا هقابلك مره تانية وههزمك للمره التانية يا كودي، واخد منك البطوله دي. عارف ليه؟ لانك فشلت في المره الاولى انك تقدر تثبت انك تستحق قيمه اللقب اللي انت كسبته من رومان. والله العظيم كلام كويس، وبيتكلم بلسان الجماهير حرفيا، علشان ما بيلحقش يكمل كلامه للاسف. ودرو ماكنتاير بياخد واحده ارك يوم من راندي اورتن بسبب اللي هو عمال يقوله. ليه يا راندي؟ ما تسيبه، الراجل بيقول كلام حق. قال انك بتقدم شخصيه ضعيفه، هو معاه حق. قال ان كودي ما قدرش ينجح باللقب الدبليو دبليو اندسبيوتد شامبيون في المره الاولى، وهو برده معاه حق. هو كده اللي بيقول الحق الناس بتزعل منه. انا لما قلت على سيم بانك منتهي ومش عارف يصارع، الناس زعلت مني عادي، علشان الفقره والسيجمنت تنتهي على كده، ونفهم من الارك او اللي درو ماكنتاير اخدها ديت ان نيك الدس حدد مباراه في عرض الساتردي نايتس مين ايفنت. درو ماكنتاير هيلاعب راندي اورتن في العرض ده، وكده يبقى عندنا تاني او تالت مباريات العرض: جولدبرج وجونتر، الانايت وسيس رولينز، درو ماكنتاير وراندي اورتن. واضح ان تريبل اتش حاطط مباريات تقيله في عرض ساتردي نايتس مين ايفنت علشان ما نتفرجش على عرض اولين، بس برضه هو عرض بطيخ، وعرض اولين هو اللي يستاهل نتفرج عليه بصراحه يعني. المهم، بعد نهايه الفقره والسيجمنت ده، طبعا احنا عارفين ان عرض سماك داون مسجل، وانا عارف وشفت اللقطات كلها على الفيسبوك وحللتها اكتر من مره، بس النهارده كنت اول مره اسمع الكلام اللي هم بيقولوه بشكل فعلي لما نزل. صراحه لما نتفليكس جت نزلت الحلقه، نزلتها مدتها ساعه وتلت، واستغربت مش عارف ليه برضو. بس ما علينا، المصارعين برضو محتاجين ياخدوا اجازه، انا برضو محتاج اخد اجازه شويه عن القناه وابعد، حاجات كتيره قوي يعني. المهم، انا تقييمي للسيجمنت والافتتاحيه بتاعه العرض هي بصراحه افتتاحيه كويسه بعوده درو ماكنتاير. مش فاهم ايه المغزى من مباراه درو ماكنتاير وراندي اورتن في ساتردي نايتس مين ايفنت، بس انا عارف ان تريبل اتش مش لاقي مباراه للعرض، فبيحاول يضيف مباراه للعرض مش اكتر. الافتتاحيه حلوه من ناحيه درو ماكنتاير والكلمتين اللي قالهم ان هو معاه حق في كل كلمه قالها، فعلشان كده انا هدي الافتتاحيه 4.5 من 5. ويلا بينا نشوف اللي بعده. وفي مباراة تاك تيم ما بين الوايت 6
قدروا ان هم يهزموا جوني جرجانو ومونتس فورد وكريس سيبن في مباراه من حيث الاداء كانت حلوه الصراحه. جوني جرجانو وكريس سيبن شفنا التعاون اللي ما بينهم رغم الخلافات اللي هي ما بينهم داخل قسم التاج تيم، ولكن في النهايه استاذ جوني جرجانو يعني كريس سيبن كان عايز يسلم عليه كده علشان يخش، ولكن شاف كده ايرو كروم في طريقه بيبص له فقال لك لا ده بيبص لي وسابه، والنهايه كانت للوايت 6. المباراه كانت حلوه وسريعه وجميله، بس انا لازلت عند رايي ان الوايت 6 بوظوا قسم التاج تيم داخل سماك داون لحد دلوقتي، وان القصه خدت منعطف تاني ملوش اي لازمه. بس تقييم المباراه والاداء هي تستاهل 4 من 5 ونشوف اللي بعده. استمرارا عك تاج تيم، شفنا مباراة ما بين فريكسيوم ضد راي فينيكس واندرادي. انا ليه بقول انها عك؟ لان احنا عندنا فريكسيوم من ساعة ما تصعدوا العروض الرئيسية وهم قدروا يفوزوا على فرق تقيلة جدا، منهم الستريت بروفيتس، الدي اي واي، فبصراحة كانوا داخلين بقوة وهم من افضل فئات التاج تيم الموجودة داخل الدبليو دبليو اي فريكسيوم حاليا. انما اندرادي وراي فينيكس انت عندك هم اصلا مش من قسم التاج تيم، هم اصلا مصارعين فرديين سواء اندرادي او فينيكس، ولكن النهارده احنا بنشوف ان اندرادي وفينيكس بيقدروا يهزموا فريكسيوم، وكده الدبليو دبليو بتحاول تقول لنا بشكل رسمي ان اندرادي وفينيكس هينافسوا على القاب التاج تيم قريب قوي. احنا عندنا فئه التاج تيم سواء الدي اي واي، الستريت بروفيتس، الموتور سيتي، الوايت 6، فريكسيوم، بريتي دادلي، لويس جارزا، كل دول كلهم والدبليو دبليو قررت تضيف عليهم اندرادي وفينيكس. مش اندرادي وفينيكس ينافسوا على بطولات فرديه، لا احنا نخليهم ينافسوا على فئه التاج تيم، لان حاليا البطوله الفرديه اللي موجوده في سماك داون خاصه بالبلاد لاين. فانا تقييم اللي حصل ده برضو من حيث الاداء تستاهل 4 من 5 ونشوف اللي بعده. بنيجي بقى للمين ايفنت، جاكوب وجيمي هيلعبوا سولو وجي سي ماتيو. ما تستغربش انك وصلت لنهايه الفيديو بسرعه، ما تستغربش، العرض مسجل وما فيهوش اي حاجه، وانا بقول لكم اول ما شفته على نتفليكس لقيت مدته ساعه وتلت، هو المفروض يكون مدته الطبيعيه ساعتين بعد ما الدبليو دبليو قللت ساعه، بس هو ده اللي حصل. المهم قدرنا نشوف مباراه كويسه في المين ايفنت، وفي النهايه شفنا ان جاكوب وجيمي قدروا يفوزوا على سولو وجي سي ماتيو، ولكن الفكره دي ما عجبتش سولو، فسولو حب ينفذ الهوايه المفضله بتاعته اللي كان بيعملها السنه اللي فاتت، فقام جايب البلاد لاين اللي معاه هيكو ليو وتونجا لوا الاسطوره، وبداوا يدمروا في جيمي ويدمروا في جاكوب، ومسكوا جاكوب وعملوا له واحده تريبل باور بومب على التيبلز بتاع المعلقين، والعرض انتهى على كده علشان نشوف سولو هو رافع اللقب واستاذ جاكوب وهو متدمر على الترابيزات قدامه، والمين ايفنت انتهى. فالمين ايفنت واخد قصه حلوه جديده ان سولو معاه بلاد لاين ومعاه بلاد لاين تالت، يعني هو السنه اللي فاتت كون بلاد لاين تاني، السنه دي بيكون بلاد لاين تالت اللي هو سولو. انتوا مش هتزهقوا مني، الصمان كتير واللي هيخوني هبدله واجيب غيره عادي. فبصراحه انا مش عارف قصه جاكوب وسولو رايحه على فين. انا عارف ان 100% في ماتش ما بينهم هيحصل في سمر سلام بنوع خاص، اكيد لازم يكون بنوع خاص علشان يخدم العداوه دي، غير كده مش هيخدم العداوه ومش هيقدر يحقق اي حاجه. فبصراحه المين ايفنت من حيث الاداء كان كويس، من حيث القصه برضو كويس، ويستاهل 4.5 من 5. اما بالنسبه لعرض سماك داون النهارده فهو ما كانش فيه احداث كتير، اهم حدث فيه تقريبا هي عوده درو ماكنتاير وتحديد المباراه الغريبه ما بينه وما بين راندي اورتن. فعلشان كده انا تقييم العرض سماك داون النهارده هو يستاهل بصراحه 7.5 من 10. وما تفتكرش ان الفيديو انتهى عن كده، انا مش هخلي الفيديو قصير بالطريقه دي خالص، وهنتكلم عن اهم خبر دلوقتي بيدور حوالين الساحه كلها. الاخبار حاليا بتؤكد عودة رومان رينز في عرض الساتردي نايتس مين ايفنت الجاي، وان العين على عرض ساتردي نايتس مين ايفنت لعودة رومان بسبب الماتش ما بين ال نايت وسيس فريق رولن، وان رومان لازم يرجع في العرض ده علشان تبدا او تستكمل العداوه مره تانية ما بين رومان وسيس، ويتحدد ما بينهم مباراه في مين ايفنت سمر سلام الليله الاولى. والاشاعات دي جايه من اكتر من مصدر بكتير ان رومان رينز لازم يرجع في المباراه دي بشكل فعلي ويتسبب في الهجوم على سيس رولينز بعد المباراه، وتتحدد ما بينهم مباراه بعد كده في عرض السمر سلام، لان بنسبه كبيره الدبليو دبليو اي هتشارك رومان في عرض السمر سلام السنه دي، ويليها عرض سرفايفر سيريس على طول. ما اعتقدش ان رومان رينز هيقدر يصارع خارج امريكا السنه دي، سواء العرض اللي هيتلعب في استراليا او اللي هيتلعب في فرنسا، فاعتقد ان هي دي انسب فرصه لعوده رومان رينز في عرض السمر سلام، وبدل ما يرجع في العرض نفسه يرجع قبل العرض وتبدا او
وتستكمل عداوته مع سيس مرة تانية. وزي ما تريبل اتش دايما بيقول ان مفيش مصارع غايب من دماغه او بعيد عن الدبليو دبليو اي بسبب حاجة معينة، كل شيء متخطط له وكل واحد متحدد له ميعاد معين هيرجع فيه. وزي ما تريبل اتش دايما بيقول انه راسم الخطط للمستقبل وعارف المصارع ده هيرجع امتى وعارف ده هيحصل امتى. زي عودة جولدبرج اللي اتأخرت، وواضح انها اتأخرت بسبب معين، ان هو ماتش وحيد يتيم جولدبرج هيلعبه، ويا عالم هيأثر على سير الاحداث ولا لا. كذلك عودة رومان رينز اللي اتأخرت بعد اخر ظهور له من الرو بعد الراس المنيا، ومن ساعتها ما ظهرش خالص رومان رينز. واعتقد ان حسب الاشاعات ان لازم عودة رومان رينز تكون في ساتردي نايتس مين ايفنت، وانها تستاهل تكون في العودة في عرض ساتردي نايتس مين ايفنت ولا لا. عادي، نجوم كتير رجعوا في عرض ساتردي نايتس مين ايفنت، اشهرهم كودي رودز في العرض اللي فات. اللي انا حابب اقوله لكم ان تريبل اتش بيحاول يعمل اي حاجه عشان عرض ساتردي نايتس مين ايفنت ده يطلع تقيل. انت عندك في الناحيه الثانيه عرض اولين، وعرض اولين مش عرض مجاني، فتريبل اتش مخلي لك العرض ده مجاني، هيخلي لك راندي يشارك فيه، ماكنتاير يشارك فيه، احتماليه ظهور رومان رينز، عندك مباراه ما بين جولدبرج وجونتر في العرض. فتريبل اتش عمال يملالك في العرض ده بحاجات كويسه كتيره جدا، علشان في النهايه حاجه واحده بس، هو تدمير العرض المنافس له وعرض اولين. انا بصراحه ما اقدرش افوت عرض اولين بصراحه، بس للاسف هشغل العرضين في نفس الوقت اتفرج عليهم، لان انا حاسس ان تريبل اتش هيقدم لنا حاجه كويسه في عرض ساتردي نايتس مين ايفنت ده، سواء برجوع رومان رينز او مباراه جولدبرج وجونتر، لان انا حاطط عليها امل كبير قوي ان جولدبرج يخسر وبعدها يعلن اعتزاله بشكل رسمي. بس من مناسبه عوده رومان رينز في عرض ساتردي نايتس مين ايفنت، فانا برشحها بنسبه كبيره جدا، وانا مع الاشاعات اللي طالعه عليها بصراحه قوي ان العوده دي هتفرق كتير جدا في سير الاحداث، لان احنا ملينا قوي من عداوه سيس وبانك اللي ملهاش اي جدوى حاليا. وبس كده يا احلى شباب في الدنيا، ما تنساش تتابعونا على صفحه الفيسبوك، تابعوني برضو على حساباتي الشخصيه فيسبوك والتيك توك والانستجرام. كان معاكم مصطفى محمد، واحلى سلام.